صباح السعادة والخيرات. قاعدين تقولوا لي بقى اقعدي احكي لنا على القضايا، احكي لنا على القضايا، وتحبوا تسمعوا قوي. عايزين كلكم تبقوا محامين، البلد كلها هيبقوا محامين، ونقعد احنا بقى ما نعرفش نشتغل مع حد. هناكل عيش منين لما انتوا تبقوا محامين ان شاء الله، وتبقوا عارفين كده كل تفاصيل القضايا. عموما علشان ما تزعلوش، عملت لكم كتابي نزل في الدار المصرية اللبنانية في معرض الكتاب، فما تنسوش تروحوا تاخدوه. وهتلاقوا فيه 16 قضية من أهم القضايا اللي علمت معايا. قضايا صعبة مش بس قانونا، لكن صعبة إنسانيا كمان. يعني هتتبسطوا قوي لأنه حاطة فيها تفاصيل كتير. يعني أقول لكم على الفهرس ولا أخليه لكم مفاجأة؟ بصوا بقى يا سيدي ويا ستي. أول قضية اغتصاب من ولاد الأكابر. تاني قضية التوكيل لا البراءة. تالت قضية هل تتكلم الجثث. رابع قضية حرب الأسهم. أكمل ولا تكتشفوا انتوا بنفسكم؟ والحقيقة هو الكتاب ده كله مبني على القضايا اللي اشتغلتها. اخترت بعناية من مئات القضايا 16 قضية بس. ممكن لو عجبكم نعمل جزء تاني، بس طبعا احتراما للخصوصية وقواعد السرية اللي موجودة في المكتب. الأسامي متغيرة، بعض ملامح الأماكن متغيرة، علشان لا يمكن تتعرفوا على الأصحاب الحقيقيين للقضايا دي. وفي نفس الوقت أي حد يحس إنه بيشبه دي مشكلته، لكن مفيش ولا اسم موجود فيه. الفكرة ان اعتقد ان هيبقى مفيد مش بس للقراء العاديين، مفيد اللي بيدرسوا قانون والمحامين الشباب، لانه فيها تفاصيل كمان مهمة أدبية مش إجرائية، يعني كلها حواديت، لكن التفاصيل حبيت إنها تبقى شوية القانونية تبقى موجودة بتفاصيلها في المحكمة، في الأشكال، في الإجراءات، بس بطريقة ما تخلش بالحدوتة نفسها، علشان ما تبقاش قلقانين قوي منها أو ما تبقاش مفهوم. طبعا بتعكس الطريقة اللي ببص فيها. أنا دايما في أي قضية يبقى معايا ورق كده وأقعد ألعب بألوان وارسم خطوط والون. يعني مهم واحنا بنشتغل اننا نفيجوالايز القضية، يعني نبقى فاهمينها، عارفين لما القضية تبقى مش مرسومة في دماغي كده تبقى في حاجة مش مظبوطة. انا معرفش اقف قدام قاضي واشرح له قضية من غير ما اكون هي القضية نفسها خلاص مرسومة في دماغي تشبعت بيها. فتلاقوني وانا قاعدة اقرأ، يعني دايما اي قضية بعمل منها ملفين، ملف للمكتب وملف خاص بي. لو شفتوا الملف اللي خاص بي هتلاقوا فيه طراطير وبلاليم على فكرة، والوان واحمر واخضر واصفر وبتاع، لاني بحاول ارسم الخطوط ببعضها. يعني عندنا قضية كان فيها 44 متهم، دي اشتغل معايا فيها 11 محامي في المكتب، فريق يعني. واحد كانت شغلانته يفرغ الأسلحة، واحد كانت شغلانته يفرغ التحريات، واحد كانت شغلانته مش عارفة ايه، واحدة كانت شغلانتها جمع أقوال شهود الإثبات، محامية تاني أقوال شهود النفي. يعني بنشرح القضية تماما، واقعد بقى أرسم الحواديت. فالقضية كانت متصورة ليهم، وفي نسخة بتاعت انا بقى لو تشوفوها تلميذ في ابتدائي. الاحداث بتسلسلها الزمني، طب الاحداث بتجمعها المكاني، طب الرسومات، طب مش عارفة ايه. والله في الكتاب كان نفسي اعمل لكم رسومات، بس الدار المصرية اللبنانية يعني الحقيقة حسوا ان ده هيشتت الناس اكتر. يعني كان نفسي اوريكم بقى شوية محاضر، شوية رسومات من اللي انا برسمها. عموما اللي انا بدربه عندي في المكتب احيانا اوري له شويه الرسومات بتاعتي، وممكن بعد عمر طويل كده يتعاملوا معاها باعتبارها سكتشات زي بيكاسو، وتتباع بالملايين في المزادات، يعني كلوحات فنيه قضائيه. ربنا يسهل، هنشوف. عموما انا هبقى موجوده في معرض الكتاب يوم الخميس الساعه 6 في جناح الدار المصريه اللبنانيه. احب اشوفكم ونوقع مع بعض الكتاب. صباح الفل.